السلام عليكم. هاي احنا بإحدى المناطق الريفية بمحافظة ميسان. حبيت أراويكم منطقة بها تكاثر البعوض، يعني وين يتكاثر البعوض وين تكثر بعض الأمراض اللي مثل بالهارزية. ولو هو المرض يعني انتهى بس ينتقل عبر البعوض، إن وجد المرض ينتقل عبر البعوض. فحبيت أراويكم هاي البركة، شلون البركة سبح بها عبد الحليم حافظ وهو صار بمرض بالهارزية. هاي البركة اللي يكثر بيها البعوض اللي هو البق، يعني يكثر. شوف الأعداد مالتها هسه تشوفوها يمكن. لا أنا واضحة عندكم الأعداد. هسه راح أحاول أرمي عليها شيء حتى تتطاير وتشوفون أعدادها. هذه يعني كميات كبيرة جدا من الحشرات اللي هي أغلبها يعني البعوض. هاي هنا على حافات هاي المياه اللي تكون بركة راكدة، تكون البركة بيها نوعا ما من الماء الدافئ، يعني اللي هو مي ما مرتبط بنهر او فشي، فيكون البركة ساكنة تسخن من حرارة الشمس. هاي السخونة والرطوبة توفر نوع من البيئة الخصبة لوضع البيوض لهذه الكائنات.